أهلا وسهلا في بيت العالميين. هنا نعيش شغف النصر. هنا نتابع كل خبر، كل صفقة، وكل هدف يهز الشباك ويهز القلوب. قناتنا مش بس تنقل أخبار نادينا الحبيب، إحنا نعيش الحدث، نحلله ونحس فيه. من قلب الرياض، من مدرجات مرسول بارك، نوصل لك كل جديد النصر يقتحم قائمة الكبار عالمياً ويتصدر الأندية السعودية في تصنيف أوبتا. حقق نادي النصر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجله بعدما تصدر قائمة الأندية السعودية في التصنيف العالمي الصادر عن أوبتا، محتلاً المركز 68 عالمياً، في تقدم يعكس الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة. هذا التقدم لم يكن عابراً، بل جاء بعد سلسلة من الأداءات القوية التي وضعت العالمي في موقع متقدم بين أندية كبرى على مستوى العالم، متفوقاً على عدد من الفرق الأوروبية المعروفة، في خطوة تؤكد تطور الكرة السعودية وقدرتها على المنافسة عالمياً. في المقابل، جاء نادي الهلال في المركز 69 عالمياً، ليحل ثانياً على مستوى الأندية السعودية بفارق مركز واحد فقط عن النصر، ما يعكس استمرار المنافسة الشرسة بين الغريمين حتى على مستوى التصنيفات العالمية، وليس فقط داخل المستطيل الأخضر. هذا التقارب في الترتيب يعكس حجم العمل الكبير داخل الناديين، ويؤكد أن المنافسة بينهما تجاوزت حدود البطولات المحلية لتصل إلى الحضور العالمي. بايرن ميونخ في القمة، وكبار أوروبا يواصلون الهيمنة. وعلى الصعيد العالمي، واصل بايرن ميونخ تصدر التصنيف، متفوقاً على نخبة من أكبر أندية العالم، فيما جاء أرسنال في المركز الثاني، يليه مانشستر سيتي في المركز الثالث، في ترتيب يعكس استمرار الهيمنة الأوروبية على المشهد الكروي العالمي. هذا التصنيف لا يعتمد فقط على الأسماء، بل يرتكز على بيانات دقيقة تشمل الأداء والنتائج والإحصائيات المتقدمة، ما يجعل تقدم النصر والهلال مؤشراً حقيقياً على تطور مستواهما الفني وقدرتهما على مقارعة كبار الأندية عالمياً. السؤال لك: هل تعتقد أن النصر قادر على الحفاظ على صدارته سعودياً والتقدم أكثر عالمياً، أم أن الهلال سيقلب الطاولة في التصنيفات القادمة؟ النصر يعيد أنجيلو ويستبعد العقيدي قبل القادسية. استبعد مدرب النصر جورجي جيسوس حارس الفريق نواف العقيدي من قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة القادسية المقررة اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، مع الاعتماد على الحارس البرازيلي بنتو. وفي المقابل، قرر الجهاز الفني إعادة اللاعب البرازيلي أنجيلو غابرييل إلى القائمة الرسمية بعد غيابه في المباراة الماضية أمام الأهلي لأسباب فنية، في إطار سياسة تدوير العناصر الأجنبية بما يتناسب مع متطلبات اللقاء. ويصل عدد اللاعبين الأجانب في بعثة النصر إلى 9 لاعبين، ويدرس الجهاز الفني استبعاد اسم أجنبي واحد قبل المباراة، وسط مفاضلة بين المدافع الإسباني إنياغو مارتينيز وأحد لاعبي الخط الهجومي، بهدف اختيار التشكيل الأنسب لمواصلة النتائج الإيجابية في المرحلة الحاسمة من الموسم. ويخوض النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية على الأهلي بهدفين دون مقابل، وهو انتصار عزز موقعه في صدارة الترتيب وقربه من حسم لقب الدوري. مخاوف في صفوف النصر قبل مواجهة الشباب. 7 لاعبين مهددين بعدم اللحاق بالمباراة. تترقب جماهير النصر مواجهة قوية أمام الشباب، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بسبب احتمالية غياب عدد من العناصر الأساسية عن اللقاء المرتقب. وكشفت التقارير عن وجود 7 لاعبين مهددين بعدم اللحاق بالمباراة، وهم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والفرنسيين كينغسلي كومان ومحمد سيماكان،
إلى جانب الرباعي السعودي علي الحسن وسلطان الغنام ونواف بوشل وعبد الرحمن غريب. وتعد هذه الغيابات المحتملة ضربة مؤثرة في صفوف النصر، نظراً للأدوار المحورية التي يلعبها هؤلاء اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحد كبير في اختيار البدائل المناسبة قبل المواجهة. ويواصل الطاقم الطبي محاولاته لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل اللقاء، في وقت يترقب فيه الفريق حسم موقف المصابين خلال الساعات الأخيرة التي تسبق المباراة. الانضباط تغرم النصر 100,000 ريال بسبب جماهيره. قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي النصر 100,000 ريال بسبب ما بدر من جماهيره خلال مباراة الأهلي في الدوري. وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 100,000 بعد قيام جمهور الفريق برمي 57 علبة مياه وأدمات أخرى تجاه أرضية الملعب، ولم تصب أحد، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، قرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق. وشهدت مباراة النصر والأهلي إثارة بين الفريقين في لقاء كان يحتاج فيه النصر للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة، فيما كان يحتاج الأهلي للفوز من أجل العودة من جديد للمنافسة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي سياق متصل، قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف التركي ديميرال لاعب النادي الأهلي بسبب نادي النصر وتغريمه 165,000 ريال. وجاءت عقوبات ديميرال لاعب النادي الأهلي بسبب نادي النصر على النحو التالي: تغريمه 15,000 ريال بسبب الضرر بمرافق وممتلكات ملعب مباراة فريقه أمام النصر، وفقا لتقرير مراقب المباراة في قرار غير قابل للاستئناف. تغريمه 100,000 ريال بسبب إثارة الرأي العام والإساءة الإعلامية مع تحذيره من عدم التكرار، وهذا القرار قابل للاستئناف. تغريم اللاعب 50,000 ريال بسبب إثارة جمهور المنافس بعدما ذهب بالميدالية الذهبية لدور أبطال آسيا للنخبة وطاف بها الملعب أمام جماهير النصر، مما تسبب في إثارتهم، وهذا القرار غير قابل للاستئناف. خبراء يكشفون كواليس حرب الإشارات بين النصر والأهلي. شهدت حلقة برنامج نادينا هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة للحالة التي وصل إليها التنافس الرياضي في دوري روشن، حيث اتفق الضيوف على أن الصمت المطبق من إدارات الأندية واللجان القضائية تجاه تصريحات اللاعبين والمدربين حول توجيه الدوري بات يهدد هيبة المسابقة ونزاهتها أمام الرأي العام العالمي. فتح المهندس طارق التويجري النار على الاتهامات الأهلاوية، واصفاً الحديث عن توجيه الدوري للنصر بالهراء والسخف. وأكد التويجري أن صمت الإدارات تجاه غمزات وتلميحات لاعبيها يعني مباركتها لهذا النهج، محذراً من أن السماح للنجوم الأجانب بالطعن في نزاهة المسابقة عبر منصاتهم العالمية هو مصيبة كبرى تضرب جهود الدولة في تسويق الدوري. هتان النجار: أليس في الأهلي رجل رشيد؟ من جهته تساءل الناقد هتان النجار باستنكار عن غياب الدور التوجيهي داخل النادي الأهلي، منتقدا تصرفات ديميرال وإشاراته الاستفزازية قبل وبعد الكلاسيكو. أكد النجار أن النصر رد فعل وليس فعلا، مستغربا خروج رئيس الأهلي بتصريحات قللت من منجزات المنافسين التاريخية بدلا من الاستمتاع بلقب النخبة، ومطالبا وزير الرياضة بالتدخل إذا عجز اتحاد القدم عن إيقاف هذه المهازل. فارس الفهيد: اتهام منظومة وليس أفرادا، والسكوت كارثة. وضع فارس الفهيد إصبعه على مكمن الخطر، مشيرا إلى أن التصريحات تجاوزت نقد الحكام لتصل إلى اتهام منظومة كاملة بمحاباة ناد أو فرد بعينه. شدد الفهيد على استقلالية اللجان لا تعني عدم محاسبتها، مطالبا بدليل للخطاب الإعلامي كما هو متبع في الدوري الإنجليزي لحماية هيبة أفراد المسابقة من التجاوزات. تركي السهلي: كلام الاستراحة انتقل إلى طاولة الإدارة. بتحليل تاريخي أشار تركي السهلي إلى أن التفاعل الجماهيري والمناكفات قديمة ولن تتغير، لكن الخلل يكمن في انتقال لغة المشجعين إلى اللاعبين والمدربين.
وكشف السهلي أن مدرب الأهلي يايسله طالب ديميرال علانية بالتوقف من منشاراته، متسائلا عن سبب انتقائية اللاعبين الأجانب في الاحتجاج على قرارات تخص النصر فقط وصمتهم تجاه أندية أخرى. خالد العطوي يضع روشتة الانضباط في دورينا لا تلمس الذمم. أكد المدرب خالد العطوي أن ما يشهده الدوري السعودي من لغط إعلامي وتشكيك في المنظومة الرياضية هو ضريبة طبيعية للزخم العالمي الذي تعيشه المسابقة، مشدداً على أن الحل ليس في تجاهل المشكلة، بل في الارتقاء بالأنظمة لتواكب حجم النجوم الذين يملكون سطوة إعلامية عابرة للحدود. ورد العطوي على قرارات لجنة الانضباط الصادر ضد اللاعب الأهلي ديميرال على خلفية تصريحاته بعد مباراة النصر والأهلي بتاريخ 26/4/2026. وشدد العطوي على ضرورة العودة للمبادئ والأخلاق والقيم التي تحكمنا كمسلمين قبل كل شيء، واصفا التشكيك في الذمم والأمانات والقائمين على المنظومة الرياضية عند خسارة مباراة أو بطولة بأنه أسوأ شيء في الحياة. وأكد أن احتراب المؤسسات والاتحادات الرياضية خط أحمر لا يجب تجاوزه مهما بلغت حرارة التنافس. وطرح العطوي مفهوما جديدا لعدالة العقوبة، مشيرا إلى أن الاحترافية الحقيقية تعني أن يكون حجم الخطأ والعقوبة المترتبة عليه موازيا لمكانة اللاعب وحقوقه. وأوضح العطوي أن الغرامات التقليدية 20 أو 30 لم تعد تؤثر في زمن النجوم العالميين، وأن النظام يجب أن يحدث رادعا حقيقيا يرتقي لمستوى التطور الذي يشهده المشروع الرياضي السعودي. مواكبة السطوة الإعلامية لا تغمض عيونكم عن التجاوزات. أشار العطوي إلى أن النجوم الأجانب الذين استقطبهم الدوري السعودي معتادون على الجماهيرية العريضة والتأثير الإعلامي القوي، مما يتطلب من لجاننا الرياضية مواكبة هذا الوضع بذكاء وتنظيم عال. وحذر العطوي من سياسة إغماض العين عن التجاوزات، مؤكدا أن التعامل مع هذه الأمور بسيط إذا وجد التنظيم الاحترافي الذي يضع حدا لكل من يحاول الخروج عن النص. النصر يرد على لجنة الانضباط بشأن إحداث الكلاسيكو. أرسلت إدارة نادي النصر إفادة خطية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رداً على استفسارات اللجنة بشأن إحداث مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي ضمن الجولة 30 من دوري روشن. وأوضح مصدر أن إدارة النصر أكدت في إفادتها أن التغريدة المثيرة للجدل "كل واحد يرجع مكانه" لا تتضمن أي إساءات أو إيحاءات سلبية، مشيرة إلى أنها جاءت ضمن الإطار الطبيعي للتفاعل في الوسط الرياضي. وأشار المصدر إلى أن إدارة النصر تعتمد إرسال خطاب إضافي للجنة تعرب فيه عن استغرابها من عدم محاسبة بعض الأندية على إساءات سابقة، ومن بينها ما حدث بعد مواجهة الدور الأول بين الفريقين في جدة. كما ذكرت مصادر أن لجنة الانضباط ستراجع كافة أحداث المباراة، بما في ذلك الاشتباكات بين اللاعبين بعد نهاية المقابلة والتصريحات الصادرة من بعض اللاعبين، إضافة إلى محتوى حسابات الأندية على منصة إكس، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية في حال ثبوت مخالفات. النصر قصة فخر، مجد، وتاريخ ما يتكرر. خلكم معنا، لأن القادم أعظم والعالمي دايما في القمة.